يا مرحبا. إذا أهمل الإنسان ممارسة الرياضة فذلك سوف يؤثر على صحته سلبا، فتراكم الدهون تؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والشرايين، وسوف يصبح الأمر في غاية الخطورة، بالإضافة إلى شعوره بالألم الشديد في جسده بالكامل وعضلاته وعظامه. لذلك يجب أن لا يتردد الإنسان عن ممارسة الرياضة أبدا. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بحلقة جديدة من برنامجنا سبورت تايم. أنا ماريا، عم كون دايما معكم بكل أسبوع. وبالبداية وقبل ما نبلش بفقراتنا خلونا نستعرض مع بعض أهم العناوين اللي تناولتها جريدة الاتحاد الرياضي العام بدقيقة. الفارسة شام الأسد أول الفائزين في انطلاقة دولية أبو ظبي لقفز الحواجز، ذهبية وفضيتان و6 برونزيات لسوريا في البطولة العربية 12 للكيكوشناكي. إدارة الفتوة توقف المستحقات المالية للكادر الإداري بفريق الرجال. فندي يحرز ميدالية برونزية في بطولة آسيا للشطرنج. اللاذقية تكرم أبطالها الرياضيين. وختام دورة التدريب والتحكيم المركزية بالتايكوندو في اللاذقية. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع جريدة الاتحاد الرياضي العام. دائما مع الكوتش سمير حجازي بنتعلم كل شيء جديد. خلونا نشوف شو محضرنا لهالاسبوع. مرحبا، معكم الكوتش سمير حجازي من بروجرام معلق بيرسونال ترين. شو عندنا اليوم؟ نلعب باي وتراي مع بعض؟ يلا. اوكي. جالس ظهري لتحت وعم بنزل. الحركه الترايسبس كثير منيح. اول شغله شو بدي اسوي؟ طيب اوكي، بدي افكر بالعضله اللي انا عم بشتغل عليها بطريقه صحيحه. ظهري جالس وعم بنزل على مهل واطلع على مهل. لاحظتوا انه ما عم بجيب ايدي لقدام وما عم رجع ايدي لقدام، عم بنزل بهي الطريقه واطلع. تنفسي صح، جسمي ثابت بهي الطريقه بهذا البوزيشن. انهيل اكسهيل. اوكي، كثير منيح. حركاتي صح، عم يشتغلوا 100%. صاروا 12. خلصنا. نشتغل بايسبس. ناخذ قبضه العريضه، اعرض المكتافي شوي، ظهري جالس وعم بطلع وانزل. شو النصيحة؟ أهم نصيحة لكم إنه بالباي والتراي ما نتقل أوزان زيادة، ممكن يصير في عنا إصابات بطريقة كتير سهلة، أوكي؟ لأنه بيكون الوزن زيادة عن اللزوم، وهي عضلات صغيرة ما لها كبيرة، وما لها عضلات مساعد، يعني هي ما في عنا عضلات ممكن تساعدنا، فمشان هيك جالس ظهري 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. اوكي، عدينا 12. طبعا انا قلت ما عندنا عضلات مساعده، انه هي ما في عندها عضلات مساعده بتساعدنا، بس ممكن تساعدنا عضلات الرسغ هي كلياتها، اوكي؟ بس هي كعضلات هي بتكون عضلات مساعده على عضلات الظهر، بايسبس بتشتغل معنا، الشيست، عضلات الترايسبس، اوكي؟ كثير منيح. هيك بنشغل باي وتراي بطريقه كثير رايقه، ما بناخذ اوزان زايده دائما، بناخذ اوزان بتكون وسط وعداتنا بين ال 12 15. اوكي، ديروا بالكم على حالكم. نشوفكم، باي باي. ألعاب القوى من الرياضات الممتعة وتعتبر خزان ميداليات طالما تألقنا بها خارجيا وتغنينا بإنجازاتها، ومن أبرزها الكاراتيه التي تعد متقدمة نسبيا في بلدنا، سواء على مستوى مشاركاتنا الخارجية وبطولاتها المحلية. وكنا قد تابعنا مؤخرا بطولة كأس السيد الرئيس في مشاركة كبيرة كما ونوعا. وللحديث أكثر عن رياضة الكاراتيه معنا في الاستديو البطل السابق ومدرب نادي النضال وعضو اللجنة الفنية بدمشق عدنان حاتم أبو حلقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، وبتشكركم على الاستضافة الحلوة وتسليطكم الضوء على ألعاب القوة وخاصة الألعاب القتالية ومنها الكاراتيه. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن البطولة اللي أقيمت مؤخرا بدمشق، بطولة كأس السيد الرئيس. خبرنا عن أجواء المنافسة، المشاركة والنتائج. هلا البطولة اللي صارت بمدينة تشرين كانت اسمها بطولة كأس السيد الرئيس، هي القتال الجماعي. القتال الجماعي، بطولات القتال الجماعي بتفرق حساباتها عن القتال الفردي.
كان مشارك فيها كثير نوادي قوية، وتشاركنا فيها نحن بفئات الناقص 14 تمام. ذكور وإناث، وشاركنا بين الفئة ناقص 16 وناقص 18. تمام. هلا النتائج اللي جبناهم نحن جبنا ميدالية فضية بناقص 16 وميدالية فضية كنادي نضال؟ كنادي نضال تمام. بفئة ناقص 18. مثل ما قلت لك أجواء المنافسة كيف؟ أجواء المنافسة كانت جدا قوية، خاصة في نوادي كتير قوية يعني مثل بتفرق. نحن عنا بالقتال الجماعي إنه الوزن بيكون فيها مفتوح. تمام. يعني نفس الفئة العمرية بس أما الوزن رح يكون في فرق، فممكن يلعب الوزن تمام. مثلا وسط الوزن مع آخر بالفئة العمرية الوزن العالي، فبتفرق الحسابات. فكان كتير في منافسات حلوة، يعني الفريق بيصير مع بعضه بيتكاتفوا مع بعض، حساباتها بتفرق كتير عن القتال الفردي. تمام. طيب هيك منافسات وهيك بطولات قد ايه ممكن تكشف عنا مواهب ممكن نضمها للمنتخب؟ هلا اكيد احنا بنوجه شكر اول شيء لرئيس الاتحاد استاذ جهاد ميا. اكيد بنوجه له كل الشكر والتحيه. لجنه خاصه لانتقاء المنتخبات الوطنيه. تمام. يعني ولو اللاعب احيانا مثلا ما جاب مركز بس بيراقبوا مثلا خامته، سرعاته، وزنه، عمره. بيقولوا لك هذا تعال عنا مثلا على الاجتماع المنتخبات. تمام. حتى نشتغل عليه نطور له سرعاته. غير اللي اخذ كمان مركز اكيد رح ياخذه. فاكيد بتكشف مواهب لاعب ممكن يكون بالفردي ما طلع اداؤه كان جيد او ممكن بينشغل عليه. يعني عنده الخامه، بيبين معه يعني عنده الخامه، هو جاهز لحتى يمثل بطولات خارجيه. تمام. طيب حضرتك كونك عضو اللجنه الفنيه بدمشق، وين موقع دمشق بين الانديه الجمهوريه؟ ويا ترى قاعده اللعبه جيده ام لا؟ هلا دمشق متواجده بفضل رب العالمين بكل البطولات. عم نحاول نحن نتواجد بكل البطولات. في انديه مثلا واقفه حاليا، في انديه لا عم تشتغل على حالها، في انديه عم تتواجد. انا بحكي هلا مثلا عن نادي النضال، عم نحاول نتواجد بكل البطولات. القواعد عم نحاول نهتم فيهم اكثر لانه هن اللي بدهم يشغلونا لقدام، هن اللي بدهم يرفعوا اسم اللعبه، هن اللي بدهم يشتغلوا على حالهم مع الايام. تمام. طيب شو مواصفات اللاعب الكاراتيه؟ باي عمر ببلش والعكس لاي عمر ممكن يعطي؟ هلا في شغله بس تعقيب صغير. تفضل. لاعب الكاراتيه في لاعب للبطولات، في لاعب ممكن هو يشارك يعني يشتغل يلعبها لإله كهوايه، يعني كهوايه كتحريك جسم. في منه مثلا يلعبها كفن حربي، دفاع عن الشارع، دفاع عن النفس، يعني دفاع عن قتال الشارع. غير حسابات البطولات بتفرق. حسابات البطولات بده يكون اللاعب يعني عنده رشاقه، مواصفات يعني خاصه يعني تمام فيه. اجباري. في عنده سرعه، في عنده رياكشن، رده فعل سريعه. لازم يكون متابع. تتطلب هي اللعبه سرعه بديهه يعني. اكيد لانه يعني بنفس اللحظه بيكون خصم فايت عليك حركه، بدك يكون عندك رد فعل مناسب لهي الحركه، مع اسمع توجيهات المدرب، قد ايه بقيان الوقت، كم انذار معي. تمام. اذا انا ربحان بدي اني كم حافظ على النتيجه، اذا انا خسران بدي اقرب لعنده لحتى انا يعني اعدل النتيجه. فلها كثير حسابات بتفرق. تمام. هو بدي اللاعب لازم يكون ملم، عنده سرعه، عنده قوه، عنده مرونه، في عنده لياقه. هذول اجباري. هو انا كنت بدي اسالك على قواعد اللعبه. هي ولا في لها كمان قواعد اللعبه؟ هلا نحن عندنا اول شيء في ولا هي مواصفات اللاعب؟ هي مواصفات اللاعب تماما. هلا قواعد اللعبه الكراتيه فيها 3 شغلات اساسيه، اللي هي الكيهون، اللي هي الحركات الأساسية. لازم اللاعب أول ما يجي لازم يتقنها، مثل الحروف اللغة العربية. يعني لحتى أنا لازم أعرف يعني الحروف، هذا التأسيس، لحتى أنا أعرف صير أكتب كلمات. تمام. فالأسئلة الكيهون، وعندنا الكاتا. الكاتا هي حالة يعني منافسات إلى منافسات ثانية، وفي هي الكوميتي اللي هي المنافسات القتال. فقواعد اللعبة بالنسبة مثلا للبساط، في عندنا قواعد إنه ممنوع اللمس على الوجه بشكل قوي، ممنوع الضرب بيد مفتوحة، ممنوع الضرب تحت الحزام. مثلا ممنوع المسك، ممنوع التكلم اثناء المباراه. هذه بالنسبه اذا بدنا نتخصص بقواعد الجوله اللي عم تصير. تمام. كوتش عدنان، بنرجع لعملك بنادي النضال. خبرنا عن مشاركه النادي خبرتني انه هو اخذ مركز. احكي لنا عن المشاركه كيف كانت، يعني كانت مثل المستوى اللي انتم كنتوا فاكرين فيه ولا افضل؟ خبرنا اكثر عن الموضوع. هلا مشاركتنا بنادي النضال عم نحاول اي بطوله عم تصير ان احنا نتواجد فيها. تمام. ان كان صغار، ان كان كبار، ان كان ذكور، ان كان اناث، عم نحاول نتواجد. بفضل من رب العالمين يعني ما في بطوله بنطلع الا نحن
اخذين فيها مراكز. هلا بالبدايه انا بدي انبه على نقطه معينه. نادي النضال كان في لعبه الكاراتيه واقفه 10 سنوات. تمام. يعني ما في كان فيها ما في هو سؤالي التالي انه بدي احكي عن الكاراتيه بنادي النضال. تمام. كانت ما لها موجوده اللعبه، فحاولنا نبلش فيها. نتواجد اول شيء بالفئات الصغيره، بعدين الفئات الكبيره. الفئات الصغيره عمريه قد ايه؟ الفئات الكبيره هلا بطولات بتبلش عنا باسمع عنا نحن ناقص 8 سنوات. 8 سنوات طبعا ذكور واناث. تمام. ناقص 8 سنوات يعني 7 سنين و8 سنين. ليه كنتوا متغيبين هلا 10 سنوات؟ هلا انا ما بعرف ليش كانت الكاراتيه كانت واقفه، فانا بجوز في اسباب ثانيه ما بعرف، بس انا وقت اجيت كان يعني ما في فريق جاهز يشتغل عليه. عليك. فانا بلشت بالفريق من يعني من الصفر. من الصفر. وبلشنا نتواجد بكل البطولات. ولو يعني بالبدايه مثلا نشارك ما نجيب مركز، معلش، بس انا نظري لقدام انه اللي اذا ما بتخسر ما بتربح. صحيح. يعني اذا ما بتخسر ما بتربح، ويتولد الاحتكاك. هالمره تعادلنا، ثاني مره جبت برونزيه يعني مركز ثالث، بعد منها نافس على النهائيه، يعني هذا اللي اشتغل. هذا الدافع يعني لحتى يتقدم اكثر لقدام. طيب والمشاركه الاخيره؟ المشاركه الاخيره قلت لك مثل ما خبرتني نحن شاركنا، جبنا ميداليتين فضيات طوال يعني كانت قصدي مثل المتوقع. والله انا يعني هي يعني بصراحه انا كنت متوتر بهي البطوله جدا، انه نحن في نوادي قويه ما رح نحسن نربح عليها. فلا اللاعبين يعني هلا انا هذا التوتر كان عندي، بس انا ما ورجيته للاعبين. اكيد مشان ما تعكسوا. لازم تعملوا، لازم تسووا، فنزلوا فخسرنا لاعبين نحن مو متوقعين انه يخسروا، انه نحن متوقعين يخسر 8-0. نحن اذا بصير عندنا فرق النقاط 8 تفصل المباراه. تمام. متوقعين انه في لاعب رح يخسرنا 8-0، هو كان برا عم يحكي انه انا ما حدا بيخسرني وانا بهالقصص. فنزل اللاعب انتهت 4-3 لنا. تمام. هذا الشيء مثل ما بيقولوا شع للفريق، ما عم بقول لك جماعي، فبيكونوا 5 قاعدين ومواجهه 5. تمام. فحفزوا بعض. فيعني عكست على كل الفريق. تمام. حتى بناقص 18 كانوا متواجدين، يعني نافسنا على الناقص 16. لو كنا جايبين نقطة كنا أخذنا الذهبية. يعني على آخر 3 ثواني ونقطة كانت فرق بين مركز ثاني ومركز أول. إن شاء الله المرات الجاية. إن شاء الله يا رب. طيب نحكي كيف يتم إعداد اللاعب وتيجي على النادي من البداية لحتى يطلع على المسرح؟ أنا بحكي على طريقتي الخاصة. طبعاً. أنا أول ما بيجي اللاعب بيشتغل على شغلة بعيدة عن اللعبة، اللي هي إنه هو يحب اللعبة. لأنه إذا ما حب ما رح يطلع منه شيء. وإذا دائما نحن بنقول إنه الحب والشغف في الشيء هو سبب النجاح. تطلبي منه شو ما بدك، حتى انه يحب المدرب. مجرد ما حب المدرب وحب اللعبه شو بطلب منه رح ينفذ. حتى اهتمام انه الاهالي صارت وصلنا لمرحله انه اذا بدهم شغله من اللاعب صاروا يطلبوا من الكابتن. انه انا ما عم يهتم بدراسته، ممكن تحكي معه. ما عم يهتم بغذائه او ممكن تحكي معه. هلا بلش بالاعداد البدني. تمام. اعداد بدني اللاعب على طريقه، انا على طريقه الالعاب منافسات. يعني هو عم يتمرن، عم بطلب منه التمرين على شكل لعبه. يلا انت لا، هو لا، اسرع كذا. هو عم ينعد بدنيا من دون ما يحس. تمام. بعد منا بلشنا بحركات القتال، بنعمل جولات بقلب الفريق. بعد منا لقيت انا اللاعب تطور، فممكن نجيب له الدورات المتقدمين يلعب معهم يلاقي حاله وينه. بعدين جبنا احتكاك مع نادي ثاني، احتكاك عادي، لا في ميداليات ولا في مراكز ولا في شيء. اللاعب صار عنده حافز اني انا اربح. انا اكمل. بعد منا بنعمل لقاء ودي. بعد ما بنعمل لقاء ودي على هيئه بطوله، بحيث انه يعني ما هي ما يعني بطوله، هي مشان يكون في وقت وفي نقاط، واللي بيربح له ميداليه رمزيه من الكابتن. بعد منا صار جاهز، بلشنا بالبطولات. بينزل اول شيء بطوله محافظه، بعدين بطوله جمهوريه، يلي بصير بيجيب مركز. ننقل مثلا للبطولات اللي فيها سفر، مثلا بطوله اللاذقيه اللي صارت اخر فتره طلعنا كمان جبنا فيها مراكز. ونشتغل على الناحيه تكتيكيه، بعدين ناحيه يشتغل على الاعداد البدني، بعدين الاعداد البدني الخاص. اول شيء العام بعدين الخاص. حضرتك بتدرب ذكور واناث، في صعوبات بتتعرض لها؟ واي اكثر مثلا مع الاناث اكثر ولا مع الذكور؟ خبرني اكثر. سابقا كان اقبال اللاعبين على هي اللعبه ذكور اكثر من الاناث. هلا صار في شعبيه، فيك تقولي يعني نوعا ما صار في اناث اكثر، او يعني عم تيجي على اللعبه اكثر. هلا الصعوبه مع البنات انه هي بتلاقيها حساسه اكثر. بس في منهم هلا مجرد ما خلص يعني مشيت باللعبه وتعودوا على الجو وفاتت تمام. طبعا لهم معامله خاصه، لهم ترتيب خاص. هلا مثل ما قلت لك انا بحاول اشتغل معهم على الناحيه اذا كان عمرهم، يعني انا عندي كل الفئات العمريه. تمام.
حتى في عندي فئات في اعمار اكبر مني، بدرب الشباب اكبر مني، في عندي الاصغر، فانا مع الكبار بكون اخوهم. الصغار مثلي يعني بنادي لهم، حتى بنادي لهم بالتمرين، احنا بنده لهم بابا تعالوا هون اعمل هيك ساوي هيك، يعني هاي الناحيه. فصاروا وقت بيغيبوا عن التمرين، هلا مثل اليوم انا مثلا اعتزلت عند التمرين، عندي تصوير، كابتن في شيء صاير معك؟ ليش ما في تمرين؟ اجي لعندك ساوي يعني صار في علاقه وديه ومحبه. ايه اكيد. تمام، تعودت مع بعض، يعني مثل العيله فينا نقول. اكيد. هلا اذا ما كان في جو عيله رح يكون في، صارت عم يجي اللاعب غصبا عنه، فما عاد في اكيد. اكيد. كلمه اخيره ورساله حابب توجهها. هلا انا بتشكر اداره نادي النضال، من رئيس نادي النضال واعضاء النادي ومشرفه اللعبه، اللي هن بكل شيء كلام حكيته، يعني هن اتاحوا لنا كل الفرص لحتى نتواجد بكل هالمجالات وهالمحافل. نوجه لهم تحيه. بتوجه شكر لكم على الاستضافه، شكرا لك الضوء، والله يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير لك، بنتمنى لكم كل نجاح والتوفيق. الف شكر لك. فاصل وبعدها راجعين. وهلا صار معنا الكوتش صالح رجوب بالاستديو ليخبرنا نصيحه هالاسبوع. مرحبا، أنا الكوتش صالح رجوب، واليوم رح نحكي نصايح متنوعة وهامة بلعبة كمال الأجسام. بداية، عضلات البطن هي عضلات مثل غيرها بالجسم، يعني هي بحاجة لاستشفاء وراحة، ولهيك ما فينا نمرنها أكثر من مرتين ل3 مرات أسبوعيا. يجب عدم إطالة أوقات التمرين وعدم تجاوز 60 دقيقة من تمارين المقاومة لحتى نتجنب إفراز هرمون الكورتيزول. لا تتمرن على معدة فارغة ولا تتمرن بعد الأكل مباشرة. في قاعدة بتقول إنه كل بحجم تمرينك وتمرن بحجم أكلك. لازم يكون عندك هدف من التمرين وما تتمرن بطريقة عشوائية. يفضل عدم تمرين عضلتين كبار بيوم واحد، تقسيم البرنامج بشكل صحيح ومناسب لهدفك. وإذا ما عم تلاقي تطور بعضلات الرجلين، فممكن إنك تقسم تمرين الرجلين ليومين بالأسبوع، مرة بنلعب هامسترينج ومرة كوادرسيبس، يعني مرة أمامي ومرة خلفي. لا تمرن أكثر من 5 أيام أو 6 أيام بالأسبوع، ويوم أو يومين راحة، لأنه عضلاتك بدها استشفاء. وجبة بعد التمرين تعتبر من أهم الوجبات على مدار اليوم، لازم ما تتجاوز 45 دقيقة بعد التمرين. النوم ليلا على الأقل 7 أو 8 ساعات. ونهاية والأهم من هذا كله يلي هو الدايت، اللي بيمثل 70% والوجبات المحسوبة لهدفك، سواء كان تضخيم أو تنشيف. طرونا بنصائح جديدة. هناك أناس يسبحون في اتجاه السفينة، وهناك أناس يضيعون وقتهم في انتظارها. ذلك هو الفارق الذي يميز أصحاب الإرادة عن غيرها، والإرادة تتجسد ببطلنا لهالأسبوع. خلونا نتابع. أنا الجرح يزن العجوز، تصاوبت بال 2013 وأدت إصابتي إلى شلل طرفين سفليين، ولعبت الرياضة بال 2017 حققنا مركز ثالث، وبال 2018 حققنا مركز أول بطولة جمهورية، وشاركت ببطولة جريح وطن الأولى والثانية والثالثة. وبحب وجه رسالة لكل جريح إنه يتابع الرياضة، لأنه الحياة ما بتوقف عند حدا. وهي كانت حلقتنا لليوم. موعدنا بيتجدد معكم الاسبوع الجاي بنفس التوقيت. ما تنسوا تبعتوا استفساراتكم واسئلتكم على بريد صفحتنا على الفيسبوك. مني ومن كل فريق العمل، تبقوا بالف خير وصحه. باي.